عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. انا دينا. لو انتوا اول مره تشوفوني اتمنى تعملوا لايك للفيديو وتعملوا شير وتشتركوا في القناه. النهارده ان شاء الله هنبدا اول تفريزات رمضان. هنعمل ايه مع بعض؟ هنجيب لحمه مفرومه وهنعصجها وهنحطها في اكياس ثلاجه بالكميه اللي طبعا تبع احتياجات كل بيت. طبعا كلنا بنعرف نعصج اللحمه وكل حاجه، بس انا بديكوا فكره وبشجعكم كمان. معانا النهارده 2 كيلو لحمه مفرومه، هنعملهم مع بعض ونحطهم في اكياس ونحطهم في الفريزر. اتفقنا؟ تعالوا يلا نشوف هنبدا بايه. بس انا عشان ما اطولش عليكم الفيديو انا بقى هشتغل كل الحاجات دي والترتيبه دي كلها وبعد كده ارجع لكم تاني. يلا اوعوا تروحوا في حته. تعالوا بس نعمل كوبايه شاي الاول. اوكي، بصوا عايزه اقول لكم بقى ان ايه، ما عادش على لسه على رجب تقريبا اسبوع. ربنا يبلغنا كده شعبان ورمضان واحنا في احسن حال يا رب. كل سنه وانتم طيبين. يلا نبدا. هنحط الجريل وكمان هنعمل ايه. بصوا هو انا بحط يعني انا بحط اللحمه والبصل والبهارات وبعدين بغطي عليها واحط حبه ميه صغيرين وبسيبها بقى تستوي. دايما بحب احط حبه الميه دول. خلاص هنجيب بس اللحمه في الخلطه دي وهناخد البصل. اوكي يلا. رايحه فين دي؟ بصوا على كل كيلو تقريبا 3 بصلات، يعني مش كتير. خلاص عشان برضو اللحمه تكون باينه فيها. بشرت البصل، بشرته برضو مش فايده، عينيا بتوجعني. افصل الصوت بقى عشان ايه ما اعملكوش قلق ولا عادي. قولوا لي انتوا اللي انتوا عايزينه. الصوت لو هيضايقكوا هقفله. نسمع الصوت، ممكن نبقى نوطي الصوت من الموبايل. شويه عشان احط البصل. الله كده اللحمه هتتحمر. هفتح كده شويه عشان الدخان ده. طبعا كل ده هينضف بعديها بشويه لما اغطي عليه. بصوا انا مش هحط طماطم ولا هحط فلفل ولا هحط حاجه، انا يا دوبك البصل والبهارات وبس. اوكي اوكي. هغسل ايدي بس كده مكان اللحمه عشان غلط امسك اي حاجه.
نرجع للبصل. خلاص اتاكدت ان البصل كله اتفرم. الموبايل وقع، ها جيت احط الموبايل مرتين وقع. خلاص الشاي. طيب ثواني خليكم معايا، هجيب السكر بس. غبية. طب ليه لما بنحط شاي في المية ايه اللي سبب ان هو بيفور؟ ينفع الكلام ده؟ لا للبوتاجاز. مبعرفش اطبخ وانا البوتاجاز مش نضيف. تعالوا بس نحط الملح يلا ونحط البهارات بتاعتنا ونغطي عليها ونرجع لها تاني. خلاص نحط بقى ايه تاني؟ طبعا البهارات معروفة، ملح وفلفل اسود وحبة كمون صغيرين فقط لا غير. خلاص عايزين طعم اللحمة يبان ايا كان هنعمل ايه بقى. هنا تعالوا بقى نغطي عليها ونسيبها كده هتصفى دلوقتي. هنقلبها براحتنا. كده اللحمه خلاص خلصت تمام. هاتي. ميرسي شكرا اشكرك. بصوا بقى هنعمل ايه. انا هجيب حاجه ستانلس بصوا يا جماعه. انا كده هجيب الحله الستانلس دي وهحط فيها ايه اللحمه وهسيبها بقى تبرد، ومجرد ما تبرد هبدا احطها في الاكياس. تمام بالشكل ده اهو. بس انا هسيب شويه بس هنا في الجريل لاني ايه هستخدمها. هسيبها بقى تبرد وبعد كده هحطها في الاكياس تبرد وارجع لكم تاني.